حصل هذا الأمر في أو المعضلة الكبيرة أو عملية الجنوسايد التي كانت تتعرض لها غربي كردستان قبل عدة أشهر من بعد معارك الأشرفية والشيخ مقصود، ووجدنا كيف توحد كرد في أجزاء كردستان الأربعة. الشعوب أو الشعب الكردي متحد، وهذا أمر طبيعي جدا، ليس بحاجة لأن يتم مناقشة هذا الأمر وأنا الحديث عن الساسة. فأذكر كنا نتعاطف ونؤيد وندعم بالمقاتلين، وحتى بالمونة بالمال، بما ما تكون من إمكانيات لدعم الثورات الكردية سواء في شمال كردستان أو في جنوب كردستان. ووجدنا هذا التعاطف حتى في عمليات إحياء ذكرى إبادة الأنفال ومجازر حلبجة، وإحياء ذكرى جمهورية كردستان، جمهورية أو الذي عرفت بجمهورية مهابات. فهذا التعاطف الكردي موجود. أذكر عند انتفاضة قامشلو في العام 2004 بقي الكرد في شرقي كردستان لمدة 10 أيام ربما أكثر، وهم يتظاهرون لأجلنا دعما لأجل روجافاي كردستان، وجملتهم المعروفة تلك روجلات روجافاي كردستان يك ولاتا، أي شرق كردستان هي غرب كردستان، وكردستان وطن واحد. هذا التعاطف الشعبي موجود لأننا شعب واحد وكلنا نعاني من نفس النقطة.